السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب الجبل، لازم تخفيه من قلب الجبل، ومعايا المغامرين الثلاثة. مهندس الطيران أسامة هلال، علي الشرقاوي، ايوه. مصطفى عبد الخالق. السلام عليكم. والثلاثة ما شاء الله عليهم أصبحوا محترفين، وأصبحوا بيطلعوا معايا على طول في الفيديوهات، لأن هم بصراحة ناس محترمة وناس محترفين. بس احنا معانا محترف قديم يا استاذ محمد. لا ده علي ده يعني بصراحة راجل محترم جدا. يا جماعة عايز اقول لكم معلومة على علي، هو مش عايزني اقولها بس والله لا اقولها، انه علي بيثقل وبيثقل حلو جدا. ايوه. وهو في التجمع الخامس. اي حد بقى قريب من التجمع وعايز يثقل حجارته يروح لعلي، استاذ بيعمل جواهر. هوريكم حاجات حلوه ان شاء الله. والنهارده في الفيديو ده هو جايب حاجات يفرجنا عليها باذن الله. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومه. يلا نبدأ بقى ايه رحلتنا النهارده من قلب الجبل. بصوا الجبل عامل ازاي يا جماعة. الجبل بيدينا حجارة جميلة على فكرة يا جماعة، اجمل من الشواطئ. ورانا في الحتة اللي فوق دي جحور تعالب. مرة انا قلت بيوت تعالب، فحد قال لي لا قول جحور تعالب. انا بقول جحور تعالب يا عم اهو، ما انا عارف انها جحور تعالب. واحنا طالعين في الجبل ومكملين، مصطفى وعلي شكلهم لقوا حاجه. ايه يا علي؟ بص يا استاذ محمد، وريني. دي حته سليماني، بس اللي يشوفها عادي، هي عليها طبقه. ايوه على القشر، باين اي حاجه. وريني في الشمس. بس علامات العقيق اهي السليماني بتاعي. ورينا بقى علامات العقيق عشان الناس تعرف اهي هم هيعرفوه ازاي. الخطوط دي والطبقات دي اهي. ايوه بس دي قشره اللي فوق، دي قشره عليها واخده الجذع اهو كانها معتمه، بس دي اول ما تتكشف ايوه واخده الجذع. الجذوع اهي يا جماعه باينه اهي. الجذوع باينه على القشره اهي. برافو يا علي، بس دي عايزه تتكشف على الايه؟ تتكشف معانا برضو حته ممكن ابقى اوريها على الاسطوانه بعد ما اتكشفت بقت عامله ازاي. ماشي. واحنا ماشيين خليك بطيء، وشوفنا الحجر. بس الحجر انت شايفه اهو، ممكن يكون في وسط الحجاره وتبقى مش شايفه. خش عليها يا استاذ علي كده، نبخ عليه بخة ميه اهي، بخة ميه حلوه كده. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بص الحجر لو بخيت من الناحيه التانيه بقى هتشوف الجمال بتاعه. اهو ده مرو عنكبوتي. ليه عنكبوتي؟ بص التجزئه تجازيع العنكبوت دي تحفه. بسم الله ما شاء الله. مصطفى ابعد شويه مصطفى عشان نصور يا مصطفى. ماشي حاضر. بتحجب انت عننا الشمس. انت عارف انا شمسي بتغطي على اي شمس تانية يا استاذ. يا استاذ احنا نمشي جنبك علشان ايه يعني تعمل لنا شمسيه تضلل علينا بقى. وريني مصطفى يا جماعه مبدع النهارده اهو. الله اكبر عليك يا مصطفى. ده كوارتز تلجي مع حته مرم يعني معتمه شويه. برافو عليك. ودي حلوه. وريني. الله روز كوارتز يا جماعه، ومصطفى وقع عليها حجر الحب. وعينك واحد تمر واحمر حلو. الله عليك يا مصطفى وعلى عينك. ايوه برافو عليك، درب عينك. ضلم برضه يا مصطفى تاني. ماشي. حلوه جميله اهي. ايوه رش عليها عشان انت اللي لاقيها. برافو عليك يا مصطفى. حلوه. بص الاحمرار بتاعها جميل وشفيتها حلوه. خد يا برنس. يلا نكمل في مكان تاني. والجبل يا جماعه واسع معانا اهو، ان شاء الله هنطلع نكمل فوق. ورينا يا مصطفى. تعالى يا استاذ محمد. وريني ايه الجمال ده. الله، حته حمراء لفها كده، عقيق احمر يا جماعه، حاجه تحفه. ومصطفى هو اللي مطلعها. مصطفى انت بقالك قد ايه معانا؟ يعني تقريبا شهر. لا انا بتاع 4-5 رحلات تقريبا. بس برافو عليك، الله يخليك يا استاذ محمد. بقيت تحفه في تطليع الحاجات اهو.
علي بيعمل ايه هناك؟ علي فين الحته دي؟ تعالى علي نروح مكان ما انت مظبوط كده. جبل يا جماعه تمشي فيه هتاخد طاقه انت ما تتخيلهاش. اهم حاجه الطاقه اللي انت بتاخدها في الجبل دي بتستمدها من الاحجار، الطاقه الكهربائيه والمغناطيسيه. وكمان بنبحث عن الاحجار اللي بناخدها وبنعملها فصوص. دي حته جاسبر. اصفر احمر. برافو عليك يا علي، والله لونها جميل. هنا حلو قوي. طلعها كده. طب والله ممكن تقطع منها وتعمل منها حاجات حلوه. حلوه في الدلايات. ريد جاسبر جميل اهو. في ناس هتقول لك احنا بنرمي الكلام ده، لا ما ترميهوش، احنا بقى بناخده بنطلع منه تحف جميله يا علي. برافو عليك علي. وريني يا علي اول باول على طول بانده يا علي. الله على الجمال، فيها ابيض في اصفر في عرق اسود كمان. في نقط سودا جميله وعرق اسود وحاجه ممتازه محترمه جميله. برافو عليك يا علي. يا جماعه دي لونها اسود. ده تحفه تحفه تحفه، الحجر ده تحفه وشفافيه يا جماعه. لونها اسود ولا اخضر؟ يعني شفافيه عاليه جدا. وريني يا استاذي. ده حجر اونكس. اونكس حلو. برافو عليك يا مصطفى. الله يخليك. الله يخليك. استاذ محمد ده انت خبرتنا يا استاذ محمد. لا يا حبيبي ده انت بقيت خبره اهو. برافو عليك والله يا مصطفى. كمل لم. انا بفتخر بيكم بصراحه والله، لانكم بتتعلموا بسرعه وشطار جدا. ايه ده جاسبر ده؟ هنا جاسبر. دي لا، دي شجره متحجره. ما هي بس الجزء اللي الناحيه الثانيه جاسبر على فكره. شجره متحجره. شجره متحجره. من هنا جاسبر. ومن الناحيه الثانيه ايه التحجر العقيقي اللي هو العادي. حلوه. تقلبها على الجاسبر كده عشان تشوف الجزء الاحمر ده. احمر من هنا اصفر. محترمه حلوه. بتتعمل دي يا علي على فكره. تتعمل دلات، تعمل فص. اوكي يلا بينا. غيره بقى. علي يا استاذ محمد وريني كده اللي انت كنت بتقول في حاجه. بص كده الحته دي. تعالى كده على الشمس يا باشا. اهي نجيبها على الشمس. حته عايق كارنيلي. الله ما شاء الله يا علي، جميله والله تحفه. على الشمس برضو. ما شاء الله. بص منوره ازاي، في نور معدي منها. بص في نور معدي منها ازاي، جميله تحفه. دي لما تتقص بقى الشفافيه بتاعتها تبان. هيطلع منها حاجه حلوه قوي باذن الله. في حاجه معاك يا استاذ مصطفى؟ لا والله يا استاذ محمد لسه ربنا ما كرمش، بس يعني في حته دخان. لا هو ربنا كارم على طول. كويس يعني. حلو. الله جاي منه. جميله. علي ايدي يا علي. علي بيه تعال شوف لي الشجره المتحجره دي. انت بتاع الشجر المتحجر انت. ارش لك عليها ميه يا استاذ محمد. استاذ محمد وريني. اوريك ايه؟ ارش لك ميه بقول هنا. افتكرتك جايب حاجه جديده يعني ونرش عليها ميه وكده. جميله تحفه. وريني ايه دي. اونكس بس فيها عروق ذهبي. الله ده تحفه. دي عايزه تتقطع قطع صح. ويطلع منها شويه دلايات مالهمش حل باذن الله. ممكن نطلع منها فصوص بس هي جامده في الدلايات باذن الله تعالى. تمام. يلا شوفوا لنا حاجه تانية. يلا ان شاء الله نلاقي حاجه تانية حلوه. مصطفى. ايوه يا استاذ محمد. وريني يا حبيبي حته من النوادر. الله. تعالى بقى كده يعني اعكس الضوء عشان نعرف نصور. لف. الله على الجمال. حلوه جميله. انت عارف ده ايه؟ ده مروه فيه عروق سودا وحمراء. برافو عليك يا مصطفى باشا. برافو عليك. حط دول. تعالى لي كده رش لي بس في حاجتين هنا عايزك ترش لي عليهم. فين؟ رش لي على دي كده. على المرو دي. انا بحب المرو على فكره يا جماعه. جميل. بطلع منه حاجات حلوه. جميله. بص عامله ازاي.
المرو لما يبقى شفاف بيبقى حاجه حلوه. بص جواه عروق، جواه حاجات جميله. رش لي بقى على دي، على المرو الاحمر. الله. ده يتعمل فص لوحده، ده جميل. هو هنطلع بيه في الشمس كده، نبعد عن الشباب اللي عماله ايه تبخبخ بالميه. لقيت ايه؟ لقيت حته كيمة اخضر كده، ايه صلابتها عاليه على شوية. وش الارض كده من غير ما تكسر. من غير يا ما سلام عليك يا مصطفى، من غير ما مرزق والله، مرزق يا ابني. وحته كيمة ايه من اللي هي صلابتها عاليه الجميله جدا. عاليه جدا دي هتطلع لك فص تحفه. في ناس قالوا لي في التعليقات عايزين نشوف الكيمت بعد الصقل، فاعذرونا يا جماعه، لسه ان شاء الله هندي الحته دي للاستاذ علي يعملها لنا. عايزينك تعملها لنا، خدها اهي، اعملها لنا، اسقلها لنا، وبعد كده ايه عشان نوريها للمشاهدين باذن الله. باذن الله المره الجايه. يلا يلا سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا نبص بقى على يعني بصوا. طب الاول الجبل عامل ازاي؟ اسامه واقف فوق هناك اهو، ومعايا علي، ولقينا حجر جميل جدا. تعالى يا علي نبص على الحجر ده كده، خش عليه كده واديله بالميه. الله بسم الله ما شاء الله، تحفه. الله اكبر. كب 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 كب، اغسل 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 اغسل. الله اكبر على الحجر، حجر تحفه. علي ادي فوكس كده يا علي. ايوه بقى، ايوه باين وش الحجر. الشغل اللي عليه جامد. بصوا يا جماعه، والله الحجر تحفه تحفه. حجر مرو واخد عنكبوتي احمر، تحفه ما شاء الله. الله اكبر. جاي لك يا مصطفى. يلا نرفعه الحجر، بس انا هاخده ان شاء الله، نبقى نقسمه انا وانت يا علي. ده مصطفى عمال ينادي هناك اهو. ايه يا مصطفى؟ ايه عشان عمل مشكله، عامل مشكله هو هنا، عامل مشكله عاليه قوي. اصبر لي ثانيه، اصبر لي ثانيه، هجيب حاجه واجيلك، هجيب حاجه واجيلك. والله لقيت حاجه في السكه اهو، نرش عليه ميه ده اهو، نمسحه بايدينا ده. الله. غير ان احنا هنخش على مصطفى برضو، ده مرو احمر يا جماعه تحفه. وريني يا مصطفى. ولا حاجه بس مكسوف يوريها لنا. مكسوف ليه؟ الله ده جميله جدا. الله ده لقى حته كلمه تحفه وفيها بلورات اهي، تحفه يا مصطفى. برافو عليك. جايبها من هنا، من قلب البتاع، من قلب الصخره دي. والله برافو عليك. صورت الوش بتاعها وطلعت بدي لوحدها هيك. والله تمام تمام تمام. انت غلبت علي اهو. امال ايه؟ انا تلميذ علي، انا تلميذ علي يا ريس. ملوش يغضب علينا. برافو عليكم يا جماعه. يا جماعه اسامه جالنا بعد ما ايه، هو كان جاي من طريق تاني على فكره، وطلع لنا في الجبل، بعتنا له احنا اللوكيشن وجالنا وقطعنا على الجبل. قطعنا عليه الجبل، قابلناه في النص اهو. اسامه اهو معاك يا اسامه. جايب طوب عشان اجري وراكم وتضربنا. تاخرنا عليك يعني، بس لقيناك الحمد لله. ايه الجمال ده يا عم. الله دي حاجات زيتوني وجميله جدا، ده عقيق زيتوني. ما تيجي نكسر الحاجات دي يا جماعه ونشوفها. بص عليها بص. بص يا علي، انت طبعا عارف بس انا ايه افكرك بس. ايوه في الشرخ ده ودي ايوه ماشي، طقطق الشرخ ده مع مصطفى. يا مصطفى تعالى يا حبيبي، هات المرزبه وتعالى. هنا في حاجات عايزين نطلعها. طلع ايه؟ تعالى بس عايزين نكسر. في الهضبه دي. معاك شاكوش انت؟ يلا جاهزين يا باشا، اشتغل. بسم الله. الله ايه الفريق الجاهز ده. الله بص، مطرح الضربه اللي قلت لك اضربها. رش ميه ونشوف ايه بقى. برضو حلوه ايه، عروق من الداخل. على فكره عايز اقول لك على حاجه. بصوا يا جماعه، يا جماعه بصوا هنا الحجر اللي جابه اسامه
وقال لنا تعالوا نشوف ايه في قلبه ايه. الحجر ده كله ذهب من جوه، او شايفه يا علي انت ومصطفى؟ أيوة. كله ذهب، اهي عروق ذهب قدامكم يا جماعه والله. ده لو اتطحن كل ده ذهب اهو. برافو عليك يا باشمهندس اسامه، طيران وحجاره وكل حاجه. حبيبي يا باشا. خد يا مدير، رب ما تكون الصلاحيه بس. لا يا جماعه لقيتوا ايه؟ 50 قرش. 50 قرش ايوه في الجبل؟ فرعونيه في الجبل؟ استنى اما نشوف بجد. ده في حد هنا كان هنا ولا ايه؟ رش كده. تلاقي من فتره طويله ولا حاجه. تلاقي كان حد هنا بيتقلب حد كان بيقلبه. اتخطف هنا. دي قديمه رشه جدا. كده. قديمه. لا مش قديمه بقى. يا راجل. والله بتاع اللي هي قناه السويس. بس هي قدمت من جالها جنزاره بقى طبعا بقى فتره. من الجبل. يلا رزقك يا اسامه. هنحتفظ بيها. طبعا من سعيد الحظ. سعيد الحظ اللي هيكسبها معانا. لا يا مصطفى، يا استاذ محمد وريني يا حبيبي. حته اونكس اهي بعروق بيضاء. بس اصبر عليها عشان لا طالعين، احنا مش نازلين، احنا طالعين. ايه التحفه الجميله دي؟ جميله حلوه. اونكس عروق جميله. خد. الف مبروك يا مصطفى. بص بقى علي بيسبقنا ودخل في مخر الايه؟ السيول. يلا يا استاذ اسامه انت كمان كمل وراه. يلا وراه احسن عليه. باشا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنا حتى دخان جميل قوي، يعني متقسمه بجميله قوي، بتقسيم جميل كده مع الابيض. وريني. هو يكاد يكون مكتوب حاجه بس يعني مش. الله ده حلو قوي. مش الجلاله. لا مش الجلاله. مش لفظ الجلاله ده؟ لا مش عارف، انا بحاول بس يعني شكل جميل قوي. هم المشاهدين هيقولوا لنا ايه ده؟ احنا نوضح لهم الصوره اهو. حاجات عروق جميله. جميل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نشوف يا اسامه ايه اللي معاك. انا جبت الشاكوش طبعا، جبت باركولي. طب حلو. الف مبروك. الف مبروك يا استاذ اسامه. وريني. انت كسرت زلط اهو. جميله. الوان مع جذوع مع بعض. جميله جدا. مديه بني في موف في اصفر. اعدلها على الشمس كده. حلوه. الاتنين حلوين على فكره، وطلع منهم حاجه جميله. انت لقيت حاجه؟ محمد تعال نطلع لعلي نشوفه شكله حاجه. تعال نطلع لعلي نشوفه بينده من عنده. لقيت حاجه عندك؟ في حته مرو هنا كده، بص عليها لحظه. الله ايه التحفه الجميله دي؟ نرش على ميه. الله على اللون، لون جميل. ده مر منقط. وفي احمر جميل جدا اللي فيه. ده تعمل منه ايه يا علي؟ والله بما انك انت سقال بقى وراجل محترف، يطلع منه كام فص على كام دلايه. يطلع منها كذا حاجه حلوه. برافو عليك يا علي والله، انت بتعرف تحسبها حلو. يتقطع شرايح وكل شريحه يطلع منها حاجه. برافو عليك، ربنا معاك. عايزين نتفرج طيب يا علي الحاجات دي، عشان في ناس من المشاهدين بيطلبوا مننا ان يوم يشوفوا الحاجات دي بعد الصقل. جايب معايا شويه حاجات كده برضه نفرجها للناس. معايا في العربيه تحت واحنا نازلين نبقى نتفرج عليها باذن الله. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. يلا بينا. وريني يا اسامه، انت كسرت الزلطه دي طلع فيها ايه؟ في عين حمراء كده سبحان الله. دي حفريه على فكره. درجه اللون جميله. دي حاجه من نجوم البحر او حاجه زي كده. بص الحفريه اللي هي الحمراء اللي في النص دي.
شاور عليها كده يا اسامه. جميله دي، تتقص وتتقطع تتربع كده وتطلع دي منها يطلع فص جميل جدا عين. خد يا اسامه وابقى طلعها وفرجنا عليها لما تطلع باذن الله. ايه يا علي؟ استاذ محمد لحظه إيه؟ هنا كده قبل ما يطلع من مكانه. طب ثواني انا جاي لك، انا كنت طالع من فوق الجبل اهو. لا على مهلك على مهلك يا رب. اصبر عليها عشان الحته دي منحدر شويه. طبعا مش بيبان في التصوير قوي الانحدار بتاع الجبل، بس انا ايه ماشي بالراحه عشان الواحد ما يتزحلقش وينزل في وسط الحجاره تبقى ليلته بيضه. يا رب تطلع اللي في دماغي. طب يلا أي. وريني. لا هتطلع اللي في دماغك ان شاء الله. انا شفتها من على بعد. نقول بسم الله ونرش عليها. قول رش يلا كده ورينا ايه. الله جميله جميله جميله. خطوط والطبقات وكل حاجه باينه اهي. ورينا كده الوش بتاعها. طب ايه رايك دي تمشي دلايه تحفه. طب اقول لحضرتك حاجه بقى. دي يطلع منها عين. ما هو دي تعمل عيون. عين وعين اهي. غير العين ده مفتاح ده على فكره. اوعى انت ماسك فيها ليه كده؟ سايبها اهو. وانا هاخدها منك ولا ايه؟ والله جميله قوي فعلا، يطلع منها عينين حتى. وريها لي يا علي بعد الصقر باذن الله. باذن الله دي هعملها. خلاص ماشي باذن الله. مبروك يا علي دي جميله جدا. الله يبارك في حضرتك. طفى. يا استاذ محمد. انت بتقول لي لقيت حجر مريم؟ اهو. فين وريني. تعالى بقى نفتحه كده. انت هتكسره كمان؟ اكسره. عايز تكسر شوف ايه اللي جواه؟ اديله. غيرت منه حته. اهو كله مريم من جوه. ضوافر مريم كلها باينه. كده. ده عسل من جوه كمان. محترم. الحته دي اللي طالعه منه دي. حلو. كويس ان هو ما طلع منه حته. كويس انه طلع منه. احتفظ بيه احتفظ بيه. الحاجات الجميله اللي هو ساقلها. بصوا يا جماعه، معاه عقيق جزء وعقيق ده في حاجه كبد اهي. ما شاء الله العلبه مليانه حاجات. ده انت هاوي ما شاء الله عليك. ايه ده انت بقيت محترف. الله اكبر عليك. الله اكبر على الفصوص دي اللي عاملها الاستاذ علي. ودي هوايه على فكره يا جماعه ومش مستني منها فلوس. ده قبال هو جايبه اشتراه وصقله وطلعه جميل جدا عشان تعرفوا الانسان ممكن يصرف على هوايته وبعد كده ان شاء الله الهوايه تديك. هو مش محتاج فلوس الحمد لله رب العالمين. يعني كل اللي تحته ده هو انسان يعني بصراحه محترم. ربنا يحفظك يا استاذ علي وربنا يخليك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا لنهايه حلقتنا مع غروب الشمس، لان احنا بدأنا بعد العصر والحمد لله ربنا رزقنا بشويه حجاره حلوين. رحلتنا النهارده كانت قصيره شويه وصغيره شويه لكن رحله ظريفه. يا رب تكونوا استمتعتوا فيها. وكان معايا النهارده في رحلتي الجميله دي اللي طلعنا فيها حجاره جميله الاستاذ قول اسمك. اسامه احمد. اسامه هلال. اسامه هلال. ايوه الشهير باسامه هلال. مهندس طيران. تمام. والاستاذ مصطفى عبد الخالق. الاثنين دول يا جماعه كانوا معايا وكان معايا كمان علي الشرقاوي اللي هو بيصورنا حاليا. وان شاء الله تتابعونا في فيديوهات كتير وهنعمل لكم رحلات جميله جدا. هنطلع بيكم الجنوب ان شاء الله عشان نقدر نلاقي احجار اجمل واجمل من كده. لان مصر عايز اديكم معلومه لان في حد النهارده في التعليقات في فيديو قديم بيقول لي هي مصر فيها ياقوت ازرق اللي هو الزفير يعني. قلت له ان مصر هي خزائن الارض، مذكوره في القران انها خزائن الارض. فمصر فيها كل انواع الاحجار
وكل انواع الحاجات الجميله اللي موجوده على ارض ربنا سبحانه وتعالى موجوده في مصر. احنا بنفتخر بان احنا مصريين ولا نتفاخر على احد، لان مصر حبيبه كل الناس. مصر كل الناس بيحبوها في العالم كله، وتحديدا العالم العربي. كلنا بنحب الناس والناس كلها بتحبنا. يا رب تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير وتقول لنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع غروب الشمس.